تخيل معايا أسرة مصرية أو عربية بسيطة في التسعينات. بالليل الأب قاعد بيقرأ الجورنال، والأم بتحكي له حصل إيه طول اليوم، والبنت الصغيرة بتسأل في الواجب، والولد الصغير بيلعب في الأرض بعربيات. كلهم موجودين بأجسامهم بعقلهم وبقلبهم، في كلام، في ضحك، في حياة. دلوقتي تخيل نفس البيت لكن في 2026. الأب بيعمل سكرول على الموبايل، الأم غرقانة في مسلسل، البنت بتقلب في انستجرام ستوريز، والطفل الصغير ساكت متسمر قدام يوتيوب شورتس. كلهم قاعدين في نفس المكان، بس كل واحد عايش في عالم تاني. مفيش صوت، مفيش كلام، مفيش ترابط، بس نور الشاشات الأزرق واقع على وشوشهم كأنه آخر حاجة فاضلة من التواصل بينهم. في الأول المشهد ممكن يبان عادي جدا، أسرة قاعدة وكل واحد ماسك شاشة، إيه المشكلة يعني؟ لكن اللي مستخبي ورا المشهد الهادي ده كارثة حقيقية بتكبر كل يوم. وبصراحة ناس قليلة جدا اللي بتتكلم عن الموضوع ده، مع إن تأثيره على الأطفال وعلى الجيل الجديد كله مرعب لدرجة ممكن تصدمك. خليني أقول لك إن في أكتوبر 24 اتعمل استطلاع على أكتر من 70 ألف أب وأم في أكبر المدن في العالم، والنتيجة كانت مرعبة. أكتر من 66% من الأهالي قالوا إن أولادهم بقوا مدمنين سوشيال ميديا أو منصات مشاهدة أو ألعاب أونلاين، و58% قالوا إن الإدمان ده خلى الأطفال عصبيين وما عندهمش صبر وأسرع في الانفعال. بس الرقم الأخطر فعلا كان من منظمة الصحة العالمية. المنظمة بتقول إن الأطفال أقل من سنتين المفروض ما يبصوش على الشاشة إطلاقا، صفر ولا دقيقة. أما الأطفال من سن سنتين لأربع سنين فالحد الأقصى بيكون ساعة يوميا، لكن الواقع أسوأ بكتير. في تحليل من ايمز ريبر كشف ان متوسط وقت الشاشة للأطفال أقل من 5 سنين وصل لساعتين وتلت في اليوم، والأطفال أقل من سنتين وصل لساعة وتلت في اليوم، رغم ان المفروض يكون صفر. وأغلب الأهالي بيفكروا بنفس الطريقة، ما هو ساعة ولا ساعتين مش هيفرقوا، أهو يا أخي يسكت شوية، أهو كل الأطفال دلوقتي كده. وأنا شخصيا كنت مقتنع جدا بالكلام ده لفترة طويلة، وكنت فاكر ان الموضوع بسيط، ايه يعني ان شوية فيديوهات او كرتون مش هيعملوا حاجة يعني. لكن لما ابني الصغير بقى عنده سنتين ابتديت اقرا وادور بشكل مرعب عن الموضوع ده. كلمت دكاترة ومتخصصين تربية وقريت ابحاث كتيرة جدا، وبصراحة اللي اكتشفته صدمني فعليا. تعال احكي لك عن قصة ادم. يمكن تكون قصة طفل في بلد تانية، لكن الحقيقة هي اللي بتحصل دلوقتي في بيوت كتير حوالينا. ادم كان طفل عنده 9 سنين، عايش في دولة خليجية، وابوه وامه الاتنين بيشتغلوا طول اليوم. ولما كان عنده سنة واحدة بس اهله ابتدوا يدوله الموبايل. في الاول الموضوع كان باين انه عملي جدا، الطفل بيسكت والاب والام بيعرفوا يشتغلوا ويرتاحوا شوية، حل مثالي مش كده؟ لكن بعد كام شهر الموبايل ما بقاش وسيلة تهدي الطفل، ده بقى جزء من حياته. ادم ما كانش بياكل من غير الموبايل وهو قدامه، واي محاولة انهم ياخدوه منه كانت بتتحول لمعركة، ودي كانت اول اشارة خطر. لكن للاسف محدش خد باله. ولما آدم بقى عنده 4 سنين أهله جابوا له موبايله الخاص، بدل ما ينزل يلعب في الألعاب تحت البيت أو يجري أو يتكلم مع أطفال زيه، بقى قاعد بالساعات قدام الشاشة. وأهله كانوا مقتنعين إن ده أحسن حل، خايفين يختلط بأطفال مش مناسبين ليه من وجهة نظرهم، فبقوا بيشجعوه يقعد على الموبايل أكتر. وشهر ورا شهر، سنة ورا سنة، لحد في يوم من الأيام نظر آدم ضعف جدا ولبس نظارة. بس اهله ما استغربوش، قالوا عادي احنا كده كده لابسين نظارات. لكن بعد كده باسابيع ادم ابتدى يشتكي من صداع مستمر، ولما ودوه لدكتور قال لهم حاجه صدمه: ابعدوه يا جماعه عن الشاشات تماما. بس المشكله ان الوقت كان اتاخر، لان ادم وقتها كان بقى مدمن فعلا، واي محاوله منهم انهم ياخدوا الموبايل منه كان بيدخل في نوبات عصبيه مرعبه، يصرخ ويعيط، يضرب دماغه في الحيطه، بالظبط زي المدمن لما تمنعه عن الجرعه. والاخطر من كده ان ادم مش حاله نادره، ده في آلاف بل ملايين الأطفال حوالين العالم عايشين نفس القصة. هتلاقي فيديوهات كتير على الإنترنت أطفال بيصرخوا بشكل هستيري لمجرد إن أنت خدت منهم التابلت أو الموبايل. No iPad. What do you want? الأطفال ما بقوش يعرفوا يعيشوا من غير الشاشة، ما بقوش بينزلوا يلعبوا، ما بقوش بيشوفوا الشمس ولا بيتحركوا، ما بقوش بيكتشفوا العالم الحقيقي. كل حياتهم بقت محبوسة جوه مستطيل صغير بينور. والمشكلة ما بتوقفش عند الإدمان وبس، لأن قلة الخروج للشمس والساعات الطويلة قدام الشاشات بقت بتسبب وباء جديد منتشر وسط الأطفال، وهو قصر النظر أو الميوبيا. يعني الطفل ما بقاش يشوف الحاجات البعيدة كويس. زمان كانت النضارة حاجة نادرة نسبيا بين الأطفال، إنما دلوقتي بقت تقريبا المشهد الطبيعي في أي فصل في المدرسة. ومع انتشار التكنولوجيا والشاشات الموضوع ابتدى يزيد بشكل مرعب.
سنة بعد سنة، لدرجة إن جمعية أطباء العيون المجتمعية في الهند قالت إن لو الوضع استمر كده نص الأطفال تقريبا هيحتاجوا يلبسوا نظارة بسبب قصر النظر. تخيل الرقم، طفل من كل 2 هيلبس نظارة، وده مش بسبب الجينات بس، لكن بسبب أسلوب الحياة الجديد، بسبب الشاشات، بسبب الغرف المقفولة وقلة الحركة وقلة الشمس. بس ده يا سيدي مش أخطر تأثير، لأن التأثير التاني بيحصل كل ليل وإحنا غالبا مش واخدين بالنا، وهو النوم، أو بمعنى أدق تدمير النوم. لما الطفل بيقضي وقت طويل قدام الشاشة الساعة البيولوجية بتاعته بتتلخبط، وبيبقى عنده مشاكل في النوم زي الأرق أو النوم المتقطع، أو إنه يصحى مرهق حتى بعد ساعات طويلة من النوم. وفي مراجعة ضخمة ل 67 دراسة مختلفة على أطفال من سن 5 لسن 17 سنة اكتشفت إن كل ما وقت الشاشة بيزيد مدة نوم الطفل بتقل. وفي دراسة من فنلندا على أطفال من سن 3 ل6 سنين اكتشفوا إن كل ساعة زيادة قدام الشاشة بتقلل النوم حوالي 10 دقايق. وفي دراسة تانية في الصين لقوا إن كل ساعة زيادة في وقت الشاشة بترفع خطر اضطرابات النوم بنسبة 12%. بس ليه ده بيحصل أصلاً؟ السبب يا سيدي في هرمون اسمه الميلاتونين، وده الهرمون المسؤول إنه يقول للمخ الليل جه، ده وقت النوم. الهرمون ده جسمنا بيفرزه لما الدنيا بتضل، لكن الشاشات خصوصاً الضوء الأزرق اللي بيطلع منها بتخدع المخ، بتخليه فاكر إن إحنا لسه الصبح، فتأخر النوم وتقل ساعات النوم العميق، ويبقى الجسم والعقل مرهقين طول الوقت. والموضوع ده بيأثر علينا كلنا حتى الكبار، لكن الأطفال حساسيتهم للضوء ده ضعف الكبار تقريبا، وده بيخلي التأثير عليهم أخطر بكتير. ومع قلة النوم التركيز بيقع، التحصيل الدراسي بيتأثر، التعلم نفسه بيبقى أبطأ، وكمان بتزيد احتمالات مشاكل نفسية وسلوكية كتير. ويمكن أكتر مشهد مرعب لما تشوف أطفال نايمين لكن صوابعهم لسه بتتحرك في الهواء، كأنهم لسه بيعملوا سكرول، كأن المخ معرفش يفصل نفسه عن الشاشة حتى وهو نايم. ودي واحدة من أوضح علامات إدمان الشاشات. أما تالت ضربة خطيرة بقى وهي السن، لأن الطفل اللي بيقضي أغلب وقته قدام الشاشة غالبا ما بيتحركش، لا جري ولا لعب ولا نشاط حقيقي. كل الحركة بقت صوابع بتتحرك على الشاشة، والنتيجة أجسام الأطفال ابتدت تتغير بشكل مخيف. وفي أمريكا طلع رقم صادم جدا، الأطفال هناك بقوا بيقضوا وقت بره البيت أقل من المساجين في السجن. تخيل، السجين عنده وقت بيتعرض للشمس وبيتحرك أكتر من طفل طبيعي في 2026. وفي استطلاع في بريطانيا على 1000 طفل سألوهم عن رأيهم في الرياضة، 23% من الأطفال قالوا إن لعب الفيديو جيمز على الكمبيوتر يعتبر نوع من التمارين الرياضية. وده يوريك قد إيه إن مفهوم الحركة نفسه بدأ يتشوه عند الجيل الجديد. وفاكرين حكاية الأطفال اللي ما بياكلوش من غير موبايل؟ الموضوع ده أخطر مما تتخيل، لأن الطفل بيبدأ يربط الأكل بالشاشة، يعني كل مرة ياكل لازم يكون قدامه كرتون أو شورتس أو تيك توك، وبعد شوية المخ بيتعود على ده. ودراسات كتير فعلا اثبتت ان الناس اللي بتاكل وهي بتتفرج على الشاشات بتاكل سعرات اكتر من غير ما تحس، وده بيزود احتماليه زياده الوزن والسمنه بشكل واضح. ولو انت اب او ام وحاسس ان نفس السيناريو بيحصل عندك فما تخافش، لان الموضوع ده ممكن يتصلح. لكن الاول لازم نفهم حاجه مهمه جدا، الموضوع مش دلع اطفال ولا قله تربيه، الموضوع له علاقه مباشره بعلم نفس الطفل وطريقه تكوين المخ نفسه. الشاشات النهارده مصممه انها تخطف الانتباه، الوان سريعه، اصوات، مكافآت فوريه، انتقالات كل ثانيه، وده بيخلي مخ الطفل الصغير يتعود على التحفيز المستمر. فالحياه الطبيعيه بعد كده بتبان ممله، اللعب العادي بيبقى بطيء، المذاكره بتبقى مستحيله، والتركيز بيختفي تدريجيا. وده بالظبط اللي بيخلي السيطره على الموضوع صعب جدا، لان المشكله ما بتبقاش في الموبايل نفسه، المشكلة بتبقى في ازاي المخ اتبرمج عليه. وفي دراسة اتعملت اكتشفوا ان اكتر من 80% من الامهات بيشغلوا التلفزيون او الموبايل للاطفال وقت الاكل عشان الطفل ياكل بهدوء، وفي اللحظة دي الاهل بيحسوا انهم حلوا المشكلة، لكن الحقيقة انهم غالبا بيخلقوا مشكلة اكبر بكتير، لان الطفل وقتها بيبقى مركز مع الشاشة اكتر من الاكل نفسه، بيخلي الاكل في بقه لفترة طويلة من غير مضغ كويس، وده بيزود احتمالية تسوس الاسنان، وكمان بيسبب مشاكل في الهضم. بس حتى المشاكل دي ما تعتبرش اخطر حاجه، لان الخطر الحقيقي بيوصل للمخ نفسه. ايوه، الشاشات مش بس بتغير سلوك الطفل، دي ممكن تغير تركيب المخ حرفيا، خصوصا في اول سنين عمره. في مهارات مهمه جدا المفروض تتبني عند الطفل وهو صغير، اسمها المهارات التنفيذيه، ودي تقريبا مسؤوله عن كل حاجه في حياتنا بعد كده: التحكم في المشاعر، التركيز، التعامل مع الناس، الدافع الداخلي وحل المشاكل، القدرة على الالتزام بهدف. ودي الحاجات اللي بعدين بتتحدد هل الشخص هيعرف ينجح في الدراسة ولا لا، هل هيعرف يبني علاقات صحية ولا لا،
هل هيبقى عنده ثقة في نفسه؟ هل هيقدر يتحكم في حياته أصلاً؟ وفي دراسة منشورة في مجلة جاما بيدياتريكس اكتشفوا إن كل ما وقت الشاشة زاد عند الأطفال أقل من سنة، كل ما المهارات التنفيذية عندهم بقت أضعف لما يوصلوا لسن 9 سنين. يعني التأثير مش مؤقت، التأثير ممكن يفضل مع الطفل سنين طويلة. والأبحاث كمان بتقول إن الشاشات ممكن تأثر على جزء مهم جدا في المخ اسمه الباريتال لوب، وده الجزء المسؤول عن معالجة الأحاسيس زي اللمس، الحرارة، الألم. وعشان تفهم قد إيه الموضوع مرعب، في فيديو انتشر بشكل صادم. عملت نفسها بتكح جامد قدام ولادها، وبعد كده وقعت كأن عندها أزمة صحية خطيرة. أي طفل طبيعي أول رد فعل عنده إنه يجري يساعد أمه، يسألها مالك، يحاول يصحيها، يجيب لها مية. لكن اللي حصل كان مرعب، من بين 3 أطفال طفل واحد بس اللي قام يساعدها، أما الاتنين التانيين ما رفعوش عينيهم أصلا عن الشاشة. كأن العالم الحقيقي اختفى من حواليهم، وكأن الشاشة بقت أقوى من غريزة التعاطف نفسها، كأن الشاشة نومتهم مغناطيسيا. والمرعب إن ده مش مجرد تعبير مجازي، لأن اللي بيحصل فعلا شبه تنويم مغناطيسي. الألوان الفاقعة، الحركة السريعة، الانتقالات اللي بتحصل كل ثانية، المؤثرات الصوتية المستمرة، كل ده متصمم بعناية فائقة عشان يفصل الطفل عن العالم الحقيقي ويخلي انتباهه متجمد تماما قدام الشاشة. وده بالظبط اللي بيخلق الإدمان. وفي قنوات كتيرة جدا للأطفال على يوتيوب مبنية أصلا على الفكرة دي، قنوات زي كوكو ميلون وغيرها بتستغل قابلية الأطفال للإدمان، وبتستخدم تقنيات نفسية وبصرية تخلي الطفل ما يقدرش يبعد عينه عن الشاشة. ودي مش صدفة، ده تصميم مقصود. وهنرجع بعد شوية نشرح الأساليب اللي بيستخدموها بالتفصيل، لكن قبل كده لازم نتكلم عن واحدة من أخطر النتائج اللي ممكن تحصل، وهي تأخر النمو والتطور عند الأطفال. في مدينة في الهند كان في أم اسمها بريا، بنتها وهي عندها 2 سنين كانت بتقول كلمات عادية زي ماما وبابا، لكن بعد فترة من التعرض المستمر للشاشات تطور الكلام عندها وقف تقريبا. ولما وصلت ل5 سنين كانت بالعافية بتعرف تقول كام كلمة بسيطة. الأم خدت بنتها جلسات تخاطب لمدة سنة كاملة، لكن حتى بعد كده البنت ما كانتش قادرة تكون جملة مفيدة. ولما متخصصين التربية بدأوا يحققوا في الحالات اللي زي دي، اكتشفوا نمط مرعب بيتكرر كتير. اكتشفوا ان الطفل كان مدمن فرجة على الشاشات، ولما الدكاترة سألوا هو بيتفرج على ايه اغلب الوقت، كانت الاجابة مفاجأة. الطفل كان بيتفرج اغلب الوقت على توم اند جيري. والمشكلة هنا ان شخصيات توم اند جيري اصلا ما بتتكلمش، مجرد حركة، مطاردة، تعبيرات. فالطفل بدأ يقلد ده في الحقيقة، بيتفاعل بالحركة بس من غير لغة، من غير تكوين جمل، كأن مخه اتعلم ان التواصل مش محتاج كلام اصلا. الطفل ابتدى يفكر ان هي دي طريقة الحياة الطبيعية، انك تقدر توصل اللي انت عايزه من غير كلام ومن غير تواصل حقيقي، مجرد اشارات وحركات وصوت في الخلفية. فابتدى يقلد ده في حياته، وده بيحصل لسبب مهم جدا. الاطفال اصلا بيتعلموا اجتماعيا، يعني الطفل ما بيتعلمش الكلام لمجرد انه سمع كلمات. الموضوع اعمق من كده بكتير. في حاجتين اساسيين بيخلوا الطفل يتعلم يتكلم. اول حاجة وهي التفاعل، مش مجرد ان حد يتكلم قدامه، لكن لازم يبقى في حوار حقيقي، انك تقول كلمة الطفل يسمعها، الطفل يحاول يرد، انك تبتسم له، تصحح له، تشجعه وتتفاعل معاه. وده اللي بيبني اللغة جوه مخه. اما الحاجة التانية فهي مراقبة الوش وتعبيراته. الطفل وهو صغير بيبص على شفايفك بشكل لا ارادي، بيحاول يفهم ازاي الشفايف بتتحرك، اللسان اتحرك ازاي، الصوت خرج ازاي، عشان يعرف ينطق الكلمة بنفس الطريقة. وده اللي الشاشات ما بتقدرش تقدمه، لان الشاشة سطح مسطح ثنائي الابعاد. الطفل ما بيقدرش يلاحظ تفاصيل حركة الشفايف بنفس الطريقة الطبيعية. وفوق ده كله ان اغلب الاطفال اصلا بيتفرجوا على الكرتون، وشخصياته وحركة بقها اصلا مش شبه البشر الحقيقيين. يعني الطفل بيحاول يتعلم الكلام من شخصيات اصلا ما بتتكلمش بشكل طبيعي. وعشان كده الكرتون لوحده عمره ما هيعلم الطفل يتكلم صح. وحتى لو شغلت لطفلك فيديو لشخص حقيقي بيتكلم برضه مش هيكون كفاية. طب ليه؟ لان التفاعل الحقيقي لازم يكون في اتجاهين. الطفل يقول حاجة فترد عليه، يغلط فتصحح له، يحاول ينطق فتشجعه. الابتسامة، نبرة الصوت، رد الفعل، كل دي أجزاء أساسية من عملية تعلم الكلام. وده شيء طبعا الفيديوهات ما بتقدرش تعمله. فالطفل ما بيتعلمش اللغة من الكلمات بس، الطفل بيتعلم من البشر، من نظراتهم وتعبيراتهم، من طريقة حركتهم. وبيقلد مش بس كلام أهله، لكن كمان لغة جسمهم وطريقتهم في الحياة نفسها. يا ماما لكن أول ما الموبايل بيدخل في النص التفاعل الحقيقي بيختفي. الأم بتتكلم أقل، الأب بيركز أقل، والطفل بيبقى قدامه شاشة ما بتردش عليه أصلا.
وعشان كده تطور اللغة عند الطفل بيبقى ناقص. وفي دراسة اتعملت على 421 أسرة عندهم أطفال ما بين 2 و4 سنين، اكتشفوا إن لما الأهل أو الأطفال بيكونوا مشغولين بالموبايل طول الوقت، الحصيلة اللغوية عند الطفل بتضعف جدا، الكلمات بتقل، التركيب بيبقى أضعف، والتعبير بيبقى أصعب. لكن التأثير ما بيقفش عند الكلام بس، لأن الطفل اللي قاعد بالساعات قدام الشاشة جسمه نفسه بيتعطل، الحركة بتقل والجري بيقل، استخدام الإيدين والرجلين بيبقى محدود جدا، وده بيضعف ما يعرف بالموتور سكيلز أو المهارات الحركية اللي مسؤولة عن المشي واستخدام الإيد والتوازن والتحكم في الحركة. وفي دراسة ضخمة على أكتر من 7000 طفل اكتشفوا إن الطفل أقل من سنة لو بياخد من ساعة ل4 ساعات شاشة يوميا، فلما يوصل ل2 احتمالية تأخر مهارات التواصل وحل المشاكل عنده بتبقى أعلى ب3 مرات. ولو وقت الشاشة أكتر من 4 ساعات فالتأخر في مهارات التواصل بينط تقريبا ل5 أضعاف. وكمان بيحصل تأخر واضح في حركة صوابع الإيد والعضلات الصغيرة وحتى المهارات الاجتماعية والشخصية. وفي طفل تاني ابن الأب وأم بيشتغلوا طول اليوم، ولما بقى صعب يخلوه ياكل وهو عنده 2 أبوه بدأ يشغل له فيديوهات كرتون على الموبايل. وفي البداية الأهل كانوا مبسوطين جدا، الطفل بقى هادي وبيكرر أصوات الشخصيات الكرتونية بطريقة لطيفة. لكن بعد سنين ومع زيادة وقت الشاشة بدأت تظهر عليه أعراض قوية جدا شبه ال ADHD، تشتت انتباه حاد، اندفاعية، عدم قدرة على التركيز، وطاقة عصبية مستمرة، كأن مخه اتبرمج على السرعة والتحفيز اللحظي طول الوقت. ولما بيواجه الحياة الطبيعية ما بيقدرش يتحملها. ال ADHD أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه معناه إن الطفل بيبقى صعب جدا إنه يركز، ما بيقدرش يقعد ثابت، بيتشتت بسرعة جدا وبيتنقل من حاجة لحاجة طول الوقت. لكن اللي أخطر من كده إن بعض الدراسات والتقارير بدأت تربط بشكل غير مباشر بين الإفراط في الشاشات وحالات اسمها التوحد الافتراضي. والحالة دي بيظهر فيها أعراض شبه التوحد، انسحاب اجتماعي، ضعف في التواصل، تأخر في اللغة، ومشاكل انتباه حادة. وفي شخص كتب على تويتر قصة مرعبة جدا، طفل في عيلتهم أمه مشغولة بالشغل طول الوقت وأبوه كمان طول اليوم في الشغل، مفيش وقت حقيقي للطفل، فالتلفزيون بقى هو المربي الأساسي. كان الطفل بيتفرج طول اليوم لساعات طويلة جدا، ولما وصل ل2.5 سنين ظهرت عليه أعراض توحد، وبعد 3 سنين علاج مازال بالكاد وبالعافية بيعرف يتكلم. فلازم هنا نعرف نقطة مهمة جدا، مش معنى الكلام ده ان الشاشات بتسبب التوحد بشكل مباشر وبشكل مثبت علميا، لكن الافراط الشديد في العزلة الرقمية عند الاطفال الصغيرين ممكن يخلق عندهم سلوكيات قريبة جدا منه، وده في حد ذاته مرعب. ويمكن دلوقتي بعض الناس تقول طب ده كله على الاطفال الصغيرين، طب لما يكبروا شوية، يعني لما يبقى عندهم 9 أو 10 سنين اكيد بقى الموضوع بيهدى شوية. حابب اقولك انه للأسف لا. في تحليل ضخم جمع نتائج 117 دراسة مختلفة اكتشف ان الاطفال وهم عندهم 10 سنين كل ما زاد وقت الشاشة عندهم كل ما ارتفعت احتمالية اصابتهم بالقلق والتوتر. وطبعا كلنا طبيعي بنقلق او بنزعل احيانا، لكن المشكلة ان الاطفال دول لما بيواجهوا ضغط او حزن ما بيتعلموش يتعاملوا مع مشاعرهم بشكل صحي. بدل ما يتكلموا او يواجهوا المشكلة او يطلبوا دعم بيهربوا للشاشة، للموبايل، للألعاب، للفيديوهات، زي ما ناس كتيرة من الكبار بيهربوا مثلا للشرب أو التدخين. في البداية الشاشة بتدي راحة مؤقتة، تشتيت، هروب، تخدير للمشاعر، لكن بعد شوية الوحدة بتزيد والاكتئاب بيزيد والأرق بيزيد، والطفل بيدخل في دوامة نزول مستمر لأنه ما تعلمش أصلا إزاي يواجه مشاكله في العالم الحقيقي. وده بيودينا لأخطر نقطة في الموضوع كله، الإدمان. لأن إدمان الشاشات بيشتغل تقريبا بنفس طريقة أي إدمان تاني. لما الطفل بيلعب لعبة أو بيتفرج على فيديو سريع المخ بيفرز مادة اسمها الدوبامين، ودي المادة اللي بتخلينا نحس بالمتعة والمكافأة. يعني ببساطة المخ بيقول للطفل ده ممتع يا ريت تكرره تاني، وده بيشغل نظام المكافأة في المخ. لكن المشكلة إنه مع التكرار المستمر المخ بيتعود على المستوى العالي من التحفيز ده، ودي حاجة العلماء بيسموها انخفاض حساسية المكافأة. يعني الحاجة اللي كانت بتبسط الطفل زمان ما بقتش كفاية، فبيحتاج جرعة أكبر، وقت أطول، فيديوهات أكتر، ألعاب أسرع، تحفيز أعلى، وبالتالي وقت الشاشة بيبدأ يزيد تدريجيا من غير ما حد ياخد باله لحد ما بيتحول لإدمان حقيقي. وده اللي حصل مع الطفل آسر. آسر كان عنده 12 سنة، في 6 ابتدائي ابتدى يستخدم التابلت عشان يحضر حصصه أونلاين. في البداية كان مجرد جهاز للدراسة، لكن بالتدريج مع شوية ألعاب وشوية فيديوهات وشوية سوشيال ميديا الموضوع خرج عن السيطرة. آسر ابتدى ينعزل عن أهله، بطل يتكلم مع أخواته، فقد اهتمامه باللعب، حتى الأكل نفسه بقى ياكل نص الكمية اللي كان بياكلها.
نومه اتلخبط بالكامل وبقى ما يعرفش ينام كويس بالليل. ولما عملوا له تحاليل اكتشفوا انه بيعاني من سوء تغذية ونقص هيموجلوبين، وفوق ده كله بدأ يدخل في نوبات اكتئاب وقلق حاد، لدرجة ان اهله اضطروا انه ياخدوه لطبيب نفسي. وده بيوريك ان الادمان ده ما بيبدأش فجأة، بيبدأ بحاجة شكلها بريء جدا، كرتون صغير، فيديوهات اطفال، الوان واغاني، قنوات زي كوكو ميلون مثلا. لو اتفرجت عليها بسرعة هتحس انها عادية جدا، ارقام وحروف والوان واغاني اطفال، حاجة مبهجة قوي، مفيش حاجة شكلها خطير. لكن في الحقيقة الطريقة اللي المحتوى ده متصمم بيها هي اللي بتخلي الطفل يفضل مشدود للشاشة لساعات ومن غير ما يحس. لكن الخطر الحقيقي مش في الكرتون نفسه، الخطر في الطريقة اللي الكرتون متصمم بيها. قنوات زي كوكو ميلون بتستخدم ألوان مشبعة بشكل مبالغ فيه، ألوان قوية جدا بتخطف عين الطفل فورا، ومعاها موسيقى سريعة ومتحمسة طول الوقت. وفوق ده كله المشهد بيتغير كل ثانيتين أو 3 بالكتير، مفيش ثانية هدوء واحدة، مفيش لحظة ثبات. حتى الشخصيات وهي واقفة بتتحرك حركة بسيطة باستمرار. طب ليه؟ ده يا سيدي عشان الشاشة تفضل حية دايما قدام عين الطفل. كل ده مش عشوائي، دي تقنيات مدروسة نفسيا ومتصممة مخصوص عشان تمسك انتباه الطفل لأطول وقت ممكن. يعني ببساطة المحتوى ده معمول عشان الطفل ما يعرفش يبص بعيد. ولو دورت على النت على الكوكو ميلون افكت هتلاقي فيديوهات كتير جدا لأهالي بيقولوا ان ولادهم بيتصرفوا بشكل مرعب أول ما الكرتون يشتغل، كأنهم دخلوا في حالة تنويم مغناطيسي كاملة. والابحاث والتحليلات بتقول ان النوع ده من الفيديوهات السريعه جدا بيقلل من قدره الطفل على التركيز والانتباه، لان مخه متعود على التحفيز السريع المستمر. وعشان كده اطفال كتيره بعد الادمان الرقمي بيفقدوا الاهتمام بالعالم الحقيقي. وفي اهالي كتير جدا اشتكوا ان اولادهم بدا يظهر عليهم عصبيه شديده ومشاكل في التركيز وتاخير في الكلام، اعراض شبيهه بالADHD واحيانا سلوكيات قريبه من التوحد. وبعضهم وصفوا الاطفال انهم بقوا شبه الزومبي، عين ثابته على الشاشه وردود افعال شبه معدومه، وكل ده بسبب محتوى شكله بريء جدا. طيب ايه الحل؟ الحل في الحقيقه بسيط جدا، لكن تنفيذه هيبقى صعب شويه. ابعد الاطفال الصغيرين على الشاشات قدر الامكان، خصوصا الاطفال اقل من 2 سنين. وفي ناس كتيره جدا من المتخصصين اصلا شايفين ان الاطفال لحد سن 5 سنين مش محتاجين شاشات شخصيه اصلا، لان اول 5 سنين في عمر الطفل هم الفتره اللي بيتبني فيها المخ واللغه والمشاعر وطريقه فهمه للعالم كله. هو احنا بنربي اطفالنا ولا بنسلم تربيتهم للشاشات؟ فاي نوع فيديوهات اونلاين، سواء فيديوهاتي او فيديوهات اي حد تاني، حتى الكرتون، الاطفال الصغيرين لازم يبعدوا عنها بقدر الامكان. لان المشكله مش بس في المحتوى، المشكله في الشاشه نفسها. كتير من الاهالي بيستخدموا الموبايل كحل سريع، الطفل بيعيط اديله الموبايل، الطفل عايز ياكل شغل له كرتون، عايزين هدوء شويه هات له التابلت. وفي اللحظه دي بتحس ان انت كسبت راحه مؤقته، لكن في الحقيقة انت غالبا بتدفع الثمن من صحة طفلك ونفسيته ومستقبله. بس المشكلة ان الثمن ده ما بيبانش فورا، مش هتحس بيه النهاردة، لكن لما يبدأ يظهر يمكن يكون الوقت اتأخر فعلا. وبصراحة انا شايف ان الاطفال مش مدمنين الشاشة نفسها، الاطفال مدمنين الاحساس اللي الشاشة بتديها لهم. الشاشة بتدي الطفل اهتمام وترفيه وتفاعل واحساس بالوجود، احساس ان في حاجة مركزة معاه طول الوقت. ولما الطفل ما بيلاقيش ده في الواقع بيروح للشاشة، لأن بالنسبة له الشاشة بقت أقرب صاحب ليه، بتسمعه، بتسليه، بتضحكه، وتنفذ اللي هو عايزه فورا. ولو الطفل بالفعل بدأ يتعلق بالشاشة ما تصرخش فيه، ما تكسروش نفسيا، ما تحسسوش انه وحش او فاشل، لان اللوم المستمر هيخلي الطفل يهرب اكتر، وطريق الهروب بتاعه هو الشاشة عشان يعوض الفراغ العاطفي اللي عنده من ناحيتك. انت وطفلك مش المفروض تكونوا ضد بعض، انتوا المفروض تكونوا فريق واحد، والعدو الحقيقي هنا هو الادمان نفسه، كأنكم بتحاربوا الشاشة سوا. وفي مشكلة بتحصل في بيوت كتيرة جدا، إن الأب والأم بيحاولوا يمنعوا الشاشات، لكن الجد أو الجدة تقريبا بيبقى ليهم رأي تاني، بيدوا الطفل الموبايل عشان يسكتوه. لك يا عم ما تسيبوه يتفرج شوية، طب ما كل العيال كده. لكن الحقيقة إن التهاون في التفاصيل الصغيرة دي ممكن يعمل فرق ضخم مع الوقت، وعشان كده لازم كل اللي حوالين الطفل يفهموا خطورة الموضوع. بس أهم نقطة في الحل كله هو أنت، لأن الطفل بيتعلم منك أكتر ما بيسمع كلامك. لو شافك طول الوقت ماسك الموبايل طبيعي جدا إن هو يقلدك. لو أنت حاضر بجسمك لكن عقلك جوه الشاشة، هو كمان هيعمل نفس الموضوع. الأطفال على فكرة ما بيسمعوش التعليمات بس، الأطفال بيقلدوا الحياة اللي قدامهم. وفي دراسة منشورة اكتشفوا حاجة مهمة جدا،
الاهالي اللي بيستخدموا الموبايل قدام ولادهم باستمرار اطفالهم غالبا بيكون عندهم وقت شاشة اكتر بكتير. يعني مهما شرحت ومهما زعقت ومهما حاولت تمنع، لو الطفل شايفك طول الوقت ماسك الموبايل هيقلدك، لان الاطفال بيتعلموا بالافعال اكتر من الكلام. انت بالنسبة لهم مثل، النسخة اللي هيقلدوها في الحياة. ولو الطفل اكبر من 5 سنين ساعتها ممكن تحط شوية قواعد واضحة للشاشات، وقت محدد، رقابة على المحتوى، واختيار ذكي للحاجات اللي بيتفرج عليها. وحاول دايما تركز على المحتوى التعليمي اللي فيه تفاعل حقيقي، مش مجرد فيديوهات سريعة بتستهلك انتباهه. وفي نفس الوقت لازم الطفل يتحرك، يلعب، يجري، يخرج. الأبحاث بتقولك إن الأطفال محتاجين ساعات يوميا من النشاط والحركة عشان نمو جسمهم ومخهم بشكل صحي. ولما تقلل الشاشات في البيت هتتفاجئ إن في بدايل كتيرة جدا ممكن تملى الوقت ده عندهم، زي الحكايات، زي تركيب المكعبات، ألعاب زي الليجو، زي البازل، زي القراية، زي اللودو أو السلم والتعبان. فاكرين بنك الحظ؟ الاحتمالات ما بتخلصش. بس في نقطة مهمة جدا، الأطفال مش هيحبوا الحاجات دي لوحدهم من أول يوم. أنت لازم تدخل معاهم العالم ده، تلعب معاهم، تحكي لهم، تضحك معاهم، لأن زي ما قلت لك الشاشة بتديهم تحفيز فوري. أما الحياة الحقيقية فبتحتاج صبر ووجود حقيقي من الأهل. ومن أفضل الحاجات اللي ممكن تعملها إنك تعمل مناطق ممنوع فيها الشاشات في البيت، زي السفرة مثلا أو أوض النوم، أماكن يكون فيها ممنوع الموبايل على الكبار والصغيرين إلا للضرورة القصوى. تليفون جه أو حاجة لازم ترد، لأن الطفل ما ينفعش يسمع منك ابعد عن الموبايل وهو شايفك ماسكه طول الوقت. القواعد لازم تبدأ منك أنت قبل ما تطلبها من طفلك. وفي النهاية تربية الأطفال في عصر الشاشات بقت واحدة من أصعب التحديات اللي أي أب وأم ممكن يواجهوها، لأن المنافس دلوقتي مش مجرد لعبة أو كرتون، المنافس دلوقتي خوارزميات، شركات بمليارات مصممة إنها تخطف انتباه الأطفال لأطول وقت ممكن. والسؤال الحقيقي بقى، مين هيكسب انتباه الطفل في الآخر؟ أنت ولا الشاشة؟ يا ريت يبقى الفيديو فادك، ويا ريت تطبق الحاجات اللي فيه عشان خاطر ولادك. شكرا جزيلا على المتابعة، وسلام.